من كام يوم كنت بتمشى في شارع عمر المختار في حي الاميريه في القاهره، وفجاه جه في بالي سؤال مهم: هم ليه سموا الشارع ده باسم عمر المختار؟ كان ممكن يسموه باسم اي حد تاني عادي. وليه اصلا المصريين كلهم والعرب الكبير منهم والصغير يعرف عمر المختار وبيحبه؟ انت حتى ممكن تلاقي صورته على ميكروباص معدي جنبك، وهتلاقي عشرات الشوارع اللي مسميه باسمه في مصر غير الشارع اللي انا كنت فيه. وليه اتعمل فيلم بيحكي قصته واللي عمل دوره كان انتوني كوين الممثل العالمي المشهور، الفيلم اللي تقريبا ما فيش بيت في مصر ما كانش مشغله في يوم من الايام وبيتفرج عليه. هنا انا قررت ابحث وادور اكتر عن حياه عمر المختار واحاول افهم ليه شخصيته مأثره فينا بالشكل ده. والنهارده انا جيت احكي معاكم قصه البطل العظيم ده اللي لما تيجي سيرته بنحس بفخر كبير جدا. حكايتنا اليوم مع اسد الصحراء البطل عمر المختار. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. في سنة 1862 وفي أحد القرى الصحراوية بالبطنان في منطقة الجبل الأخضر ببرقة شرق ليبيا، اتولد الطفل عمر ابن المختار ابن عمر المنفي. الطفل اللي اتولد في مكان تغلب عليه الطبيعة البدوية وصعوبة الحياة، لكن دي بتكون بيئة خصبة لإعداد الرجال والأبطال بعد كده. اتوفى والده وهو في رحلته لأداء مناسك الحج، كان عمر وقتها في سن صغير. بعد وفاة والده اتولى رعايته هو وأخوه محمد الشيخ حسين الغرياني، شيخ زاوية جنزور السنوسية، وده كان بوصية من والده المختار عشان يكون في إيد أمينة ويقدر إن هو يتعلم العلوم الشرعية ويتربى على إيد شيوخ الطريقة السنوسية اللي كانت منتشره في ليبيا وقتها. وبالفعل دخل عمر المختار مدرسه القرآن الكريم بالزاويه، وبعدها التحق بالمعهد الجغبوبي بمنطقه جغبوب اللي كانت مركز للشيوخ واتباع الحركه السنوسيه، وفضل في المعهد ده 8 سنوات يتعلم فيهم العلوم الشرعيه زي الفقه والتفسير والحديث. وقبل ما اكمل خليني اقول لك ايه هي الحركه السنوسيه. الحركه السنوسيه هي حركه علميه جهاديه انشاها الشيخ محمد بن علي السنوسي سنه 1843 بهدف نشر الوعي والدين في بلاد المسلمين، بعد ما حس بضعف المسلمين وتاخرهم بشكل كبير سواء في الدين او السياسه او حتى العادات والاعراف الاجتماعيه. وفعلا ده اللي كان حاصل وقتها، وكانت بلاد المسلمين كلها مفككه وفيها نزاعات وحروب، وبدات الدول الاستعماريه تستولي عليها واحده ورا الثانيه. وكانت الحركه السنوسيه منتشره في دول زي ليبيا والسودان وتشاد. نشأة عمر المختار على ايد شيوخ الحركه السنوسيه خلاه يتميز بالثقافه الدينيه العميقه، وظهرت عنده شخصيه قياديه. وكمان بحكم تربيته في بيئه صحراويه بقى عنده خلفيه كبيره جدا عن اخبار القبائل وحروبها وكمان قصصها، وتعلم فض الخصومات والنزاعات البدويه. والاهم من ده كله ان هو بقى خبير في المسالك والطرق والوديان الصحراويه خصوصا في منطقه الجبل الاخضر. وتربيته ونشأته في الصحراء بالشكل ده ودرايته بكل مكان فيها اداله ميزه كبيره هتظهر لما يجي المختار يشتبك مع المحتلين اللي دخلوا بلده بعد كده. مع تقدم المختار في العمر وظهوره بشكل ملفت بسبب ذكائه وعلمه وشخصيته القياديه، نال ثقه مشايخ الدعوه السنوسيه وبداوا يسندوا ليه مشيخه بعض الزوايا زي زاويه القصور بالجبل الاخضر، وده كان سنه 1897. وهناك خد المختار لقب سيدي عمر، واللي كان بيتقال بس للشيوخ الكبار والبارزين في الحركه السنوسيه. وبعدها يتسند ليه شياخه زاويه ثانيه وهي زاويه كالكا او كالكا. وفضل الوضع مستمر واسم المختار يكبر يوم ورا الثاني ومهماته القياديه تكبر اكتر واكتر لحد ما بقى قائد للمعسكرات السنوسيه في الجبل الاخضر. اول ظهور جهادي للمختار ضد المحتلين كان في تشاد لما شارك مع الكتائب السنوسيه في المعارك ضد الاحتلال الفرنسي اللي كان اعلن الحرب على الدوله العثمانيه وبدا في احتلال المنطقه، وده كان في نهايه القرن ال19 وبدايه القرن ال20. بعدها التحق المختار بالمجاهدين السنوسيين على حدود المصريه الليبيه عشان يحاربوا ضد القوات البريطانيه في مناطق زي البرديه والسلوم ومساعد. وفي 9 سبتمبر سنه 1911 بتعلن ايطاليا الحرب هي كمان على الدوله العثمانيه اللي كانت ليبيا جزء منها، وتبدا السفن الحربيه الايطاليه تقصف مدن الساحل الليبي بهدف ان هم يخلوا ليبيا امتداد لايطاليا من الجنوب. وقتها يرجع المجاهد عمر المختار مره ثانيه لمكانه زاويه القصور واللي بدا يتعرض للغزو الايطالي عشان يبدا ينظم حركه الجهاد هناك ويعلن الحرب على الجيش الايطالي. عمر المختار في الفتره دي كان عنده 53 سنه، يعني داخل على مرحله الشيخوخه وضعف الجسد، لكن ده ما خلاهوش يتاخر ابدا عن طريق الجهاد ومقاومه الغزاة اللي دخلوا بلده. الشيخ اللي قضى اغلب حياته في الجهاد هتكون السنين اللي فاضله في حياته في كفاح ضد المحتل الايطالي اللي كان ناوي يستولي على ليبيا ويغير هويتها بالكامل. وخصوصا هو اللي قال انني اؤمن بحقي في الحريه وحق بلادي في الحياه، وهذا الايمان اقوى من اي سلاح. علشان بسلاح العزه والايمان وبعدد قليل جدا من المجاهدين الليبيين يقدر ان هو يهز كرامه الجيش الايطالي ويخسرهم خسائر ما شافوهاش قبل كده. في سنه 1912 ينسحب العثمانيين من ليبيا ويسيبوها تحت المحتل الايطالي، وهنا يمسك عمر المختار قياده المجلس الاعلى للعمليات العسكريه في ليبيا. فضل عمر المختار يقاوم المحتل الايطالي في كل مكان، كمان محكمه وهجمات خاطفه وكر وفر لسنين طويله، والجنود الطليان مش عارفين يوصلوا لعمر المختار. وزي ما قلنا اصحاب الارض هم المتحكمين في ارض المعركه دايما، زي ما شفنا الفتره اللي فاتت في ارض العزه وزي ما المثل بيقول اهل مكه اضرب بشعبها. كان عمر المختار ومعاه رجاله المقاومه بيضربوا الاحتلال في كل مكان وبيتسبب لهم في خسائر كبيره. كل ده وعمر المختار بيتحرك بحريه في صحراء ليبيا الواسعه، وليه دايما افضليه صاحب الارض، وعلى غير العاده صاحب الارض هو الهدف بتاعه كان باتنين. وفي سنه 1922 ينسحب السنوسيين من ليبيا لمصر تحت تاثير الحرب، لكن عمر المختار ما انسحبش ومسك هو رايه الجهاد ومعاه مجموعه من المجاهدين الليبيين. مع بدايه الحكم الفاشي في ايطاليا وتولي موسوليني القياده بدات الامور تزيد تعقيد في ليبيا، وبدا الضغط العسكري يزيد اكتر على رجاله
المقاومه. وارتكب الجيش الايطالي كم كبير جدا من المجازر في حق الشعب الليبي، وفي محاوله منه لاخماد الثوره الليبيه امر موسوليني بعمل معسكرات اعتقال جماعيه علشان يرحل ليها اكثر من 100,000 ليبي من المناطق اللي تعتبر مكان للثوار والمجاهدين، والمعتقلات دي مات فيها الالاف بسبب المرض والجوع والتعذيب. وفي سنه 1926 حاصر الجيش الايطالي المجاهدين بقياده عمر المختار في منطقه الجبل الاخضر. في الحاله دي ما كانش قدامه غير حل واحد بس، وهو حرب العصابات، طريقه اللي عمرها ما فشلت في تصدي للجيوش النظاميه، حرب مباغته للقوات وعدم تمركز في مكان واضح، زي الاشباح بيظهروا مره واحده وبيختفوا من غير ما حد يحس بيهم. وطبعا جغرافيا الارض اللي اصحاب المكان عارفينها بتساعدهم على كده. في الوقت ده كان تولى القائد العسكري بادوليو قياده الجيش الايطالي في ليبيا، وبسبب صعوبه التخلص من المقاومه طلب المفاوضات مع عمر المختار، وفعلا وافق عمر المختار على المفاوضات معاه واتفقوا على مده من الهدنه وبعض الشروط في صالح المقاومه، لكن مع الوقت ما اتحققتش شروط المقاومه. ولاحظ عمر المختار المماطله من القاده الايطاليين وغدرهم بيه ومحاولتهم لكسب الوقت، مش قرر ان هو يكمل الجهاد والنضال مره ثانيه. مع فشل بادوليو في اخضاع المقاومه الليبيه او حتى التفاوض معاهم، عين موسوليني قائد جديد للجيش الايطالي في ليبيا وهو جراتسياني. جراتسياني كان شخص وحشي جدا ودموي، مجرم حرب زي ما بيقول. من بدايه توليه المسؤوليه والحرب بشكلها اتغير بشكل كبير جدا للاعنف، مذابح واعتقالات جماعيه وحرق القرى الليبيه. لا وكمان امر ببناء اطول سلك شائك على الحدود بين مصر وليبيا علشان يمنع الامدادات اللي بتوصل للمجاهدين من مصر. الراجل ده حرفيا خلى ليبيا زي السجن المفتوح. لكن بالنسبه للمختار ورجاله المقاومه ما اثرش على عزيمتهم ولا جهادهم ضد المحتل. كان من عاده عمر المختار وبحكم قيادته للعمليات العسكريه ضد المحتل الايطالي انه ينتقل من مركز اقامته للمراكز الثانيه اللي فيها المجاهدين علشان يتفقد احوالهم ويناقش معاهم ترتيبات الحرب. وفي مره من المرات وعمر المختار في طريقه لزياره المجاهدين كان بيمر في وادي كبير اسمه جريب، وده وادي طريقه صعب شويه وفيه مجموعه من الغابات، وده بيصعب المشي فيه. وبسبب العملاء عرف القاده الايطاليين بوجود عمر المختار في الوادي، وبسرعه امروا باحاطه المكان للقوات الايطاليه، ودارت معركه غير متكافئه تماما بين الاف الجنود الطليان المتسلحين باسلحه متقدمه وبين عمر المختار ومجموعه صغيره جدا من المجاهدين. وفي الوقت ده تم قتل المجاهدين واتصاب فرس المختار، وكمان اتصاب دراعه علشان يقع المجاهد والشيخ الكبير والمطلوب الاول للجيش الايطالي في الاسر، وده بالتحديد كان يوم 11 سبتمبر سنه 1931. وفي 14 سبتمبر وصل قائد جراتسياني البنغازي واعلن بشكل سريع انعقاد محكمه خاصه لعمر المختار، كانت في اساسها محكمه سوريه لتنفيذ حكم كان متاخد قبل كده وهو الاعدام. في الساعه 5 مساء تم اصدار الحكم عليه الاعدام شنقا، وده اللي تم فعلا في اليوم اللي بعديه 16 ديسمبر قدام مجموعه كبيره من شعب ليبيا في محاوله لتخويفهم وادخال في نفوسهم شعور الهزيمه بموت قائدهم وبطل، عشان تفقد ليبيا والوطن العربي كله واحد من اعظم المجاهدين اللي كانوا موجودين في التاريخ الحديث، عمر المختار، اللي كان وصل عمره وقتها ل 73 سنه بعد حرب استمرت لاكثر من 20 سنه. ما عرفش فيها الايطاليين طعم الراحه بسبب عمر المختار ورجاله المقاومه، لكن عمر المختار هو فكره موجوده وما زال، وهو نفسه وضح ده باخر كلمات قالها للايطاليين قبل تنفيذ الحكم عليه لما قال: نحن لا نستسلم، ننتصر او نموت، وهذه ليست النهايه، بل سيكون عليكم محاربه الجيل القادم والاجيال التي تلي، اما انا فسيكون عمري اطول من عمر شانق. وده اللي اتحقق فعلا لما فضلت المقاومه لسنوات طويله تجاهد وتناضل ضد المحتل، عشان في سنه 1943 ينتهي الاحتلال الايطالي لليبيا بعد هزيمه ايطاليا في الحرب العالميه الثانيه. وبعد 5 سنين تقريبا في 24 ديسمبر سنه 1951 تعلن ليبيا استقلالها رسميا وتاسيس المملكه الليبيه على ايد محمد ادريس السنوسي، واخيرا تكون ليبيا دوله مستقله صاحبه السياده على ارضها. انا عارفك يا صديقي ان انت زي ما دلوقتي بتقول انت حكيت لنا قصه المختار، بس ما قلتلناش برضو ايه سبب حبنا وارتباطنا بيه. تعال اقول، لو تلاحظ في قصه المختار ان هو ما كانش بيناضل ويجاهد علشان ارض مثلا او مكان معين، لكن كان بيجاهد ضد اي محتل بيهدد المسلمين بشكل عام. يعني لما الفرنسيين احتلوا تشاد كان بيحارب ضدهم هناك، ولما البريطانيين جم مصر حارب ضدهم على الحدود المصريه، فهو شخص صاحب قضيه وصاحب حق بيدافع عنه في اي مكان. حاجه تانية ان عمر المختار قبل الحرب ما كانش صاحب املاك مثلا او ليه ولايه على بلد عشان يحارب عشانها، لكن هو كان شيخ معلم عايش في الصحراء، كل همه ان هو يعلم الاطفال والشباب علوم الدين. وفكره ان هو يفضل سنين طويله يحارب لهدف واحد بس هو الدفاع عن قضيته وبلده خلت الناس تعتبره واحد من اشرف المجاهدين والمناضلين ضد المحتلين، اصبح رمز كبير وايقونه يتباهى بيها العالم كله. فمش من الغريب ابدا ان انت تلاقي اسمه وسيرته في كل مكان، لان هو فعلا يستحق الذكر ويستحق يكون واحد من اعظم الابطال في التاريخ الحديث. انا هنا وصلت لنهايه الحلقه، واكيد هكون في انتظاركم الحلقات الجايه عشان نتكلم عن قصه جديده وبطل جديد. سلام.